ولد سعيد عويطة في 2 نوفمبر 1959 بالقنيطرة. هو عداء مغربي حصل على ذهبية 5000 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1984، وفاز سنة 1987 ببطولة العالم في ألعاب القوى، فضلا عن 3000 متر في عام 1989 لألعاب القوى ببطولة العالم للصالات المغلقة. كما حطم الأرقام القياسية العالمية في سباقات 1500 متر في 3 دقائق و29 ثانية و46 جزء من المئة عام 1985، وال2000 متر في 4 دقائق و50 ثانية و81 جزء من المئة عام 1987، و3000 متر في 7 دقائق و29 ثانية و45 جزء من المئة عام 1989، 5000 متر في 13 دقيقة و0 ثانية و40 جزء من المئة عام 1985، و5000 متر في 12 دقيقة و58 ثانية و39 جزء من المئة عام 1987. ويعد واحدا من أبرز الأبطال العرب في الأحداث الأولمبية الرياضية الكبيرة. قبل اعتزاله ترشح في سنوات الثمانينيات الانتخابات البرلمانية، لكنه فشل في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب. بعد نهاية مسيرته عام 1992 أشرف على تدريب العدائين في المغرب، لكنه سرعان ما أقيل من منصبه في أكتوبر من نفس السنة. وقع على عقد مدته 3 أعوام في يوليو مع معهد الرياض الأسترالي، بعد أن رفض عرضا بالتدريب في الولايات المتحدة، لكن التشويشات لاحقته من جهات مجهولة بالتشويش على عقده مع اللجنة الرياضية الأسترالية. ومع كل ذلك سمح له بتولي مهام وظيفته كاملة في بداية أكتوبر 2002. وفي سنة 2005 تم توسيع العقد ليشرف أيضا على الإدارة الفنية للمنتخب الأسترالي. يوم 3 سبتمبر 2008 أعلن الاتحاد المغربي لألعاب القوى تعيينه مديرا فنيا للمنتخب المغربي خلفا لمصطفى عوشار، إلا أن الاتحاد لم يلبث أن أعلن عن إقالته يوم 20 مارس 2009 بعد خلافات بينه وبين الجامعة الملكية حول صلاحياته. كما عمل كمحلل رياضي لقناة الجزيرة القطرية لمواكبة التظاهرات الأولمبية، واتهمته الجامعة الملكية بشن هجوم عليها من خلال القناة. توجه بعدها إلى الأردن للإشراف على التدريب. في سنة 2012 تكريما لإنجازاته في عالم الأولمبيات والأرقام القياسية، حيث تم إطلاق اسم سعيد عويطة على محطتين: خريطة الأساطير الأولمبية تحت الأرض بمترو الأنفاق في لندن احتفالا بأولمبياد لندن. يمتلك شركة الألبسة واللوازم الرياضية يوجد مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشف عويطة أن طليقته وأم بناته عرضته لعملية نصب ذكية بمساعدة محامية العائلة بعدما وثق فيها، ووقع لها توكيلا عاما على ممتلكاته ومدخراته وحساباته وعقاراته.